المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بعروض ثقافية للأطفال. وزارة الزراعة تعقد اجتماعا لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول من العام بالإقليم الجنوبي. تنظيم محاضرة حول علاقات العمل الثلاثية بمناسبة يوم العمال العالمي. روسيا والصين تعتزمان توثيق التعاون العسكري مع إيران. احتجاجات الجامعات الأمريكية تتوسع دعما لغزة. ومقتل 10 أشخاص جراء حريق في دار ضيافة البرازيل. أهلا بكم مشاهدينا. انطلقت احتفالات عيد الاستقلال 33 بعرض ثقافي موجه للأطفال في 27 من أبريل الجاري في ساحة الفاتح من سبتمبر بالعاصمة أسمرة تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. وتضمنت فعاليات العرض الذي استهدف الأطفال من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس، تضمن أنشطة ترفيهية وتعليمية مثل الكوميديا والقصص والأغاني والرقص وعروض الدماء المتحركة. وقدم الفنان الكوميدي يوناس محرة أب مايناس وفرقته عرضا استمر لمدة ساعتين بدءا من الساعة 3:30 عصرا. وقال السيد ولد سلاسي عوبازكي أحد منسقي الحفل وكالة أنباء رنا أن الحفل الموسيقي هو جزء من 4 حفلات موسيقية يتم تنظيمها للاحتفال بذكرى 33 لاستقلال البلاد. وبناء على ذلك ستكون هناك حفلات موسيقية للطلاب من الصف السادس إلى الكليات في 7 من مايو، وفي 11 من مايو لأعضاء قوات الدفاع، وفي 17 من مايو لسكان 13 مديرية في الإقليم الأوسط. بالإضافة إلى ذلك ستقام فعاليات المدارس بمناسبة عيد الاستقلال في الفترة من 8 إلى 20 من مايو، وسيتم إقامة القيام الشعبي على مستوى المديريات في الفترة من 20 إلى 23 من مايو. عقدت وزارة الزراعة اجتماعا في مدينة مندفرة بالإقليم الجنوبي في 26 من أبريل الجاري لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول وتقديم الخطة الاستراتيجية الخمسية. وناقش الاجتماع الذي حضر أكثر من 120 مشاركا جوهر البرنامج الذي يتضمن تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في 5 برامج، وهي تنمية الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية وسبل العيش المتقابل والأعمال التجارية الزراعية. وناقش خطة عام 2024 إلى 2028 للغذاء الآمن للجميع في كل مكان، كما تم تقديم الخطة الاستراتيجية الخمسية. وقد نفذت فروع قسم الزراعة والأراضي بالإقليم في الربع الأول من عام 2024 عمليات حفظ التربة والمياه وإنشاء شبكات الري والسدود الفرعية والتحضير لتنمية المحاصيل وتنمية الخضروات والفواكه وصحة الحيوانات والمحاصيل والمكافحة الزراعية والرقابة الزراعية وأنشطة الحفاظ على الغابات والحياة البرية وتنميتها. وبعد المناقشات المعمقة دعا المشاركون إلى التركيز على الإنتاجية وزيادة الدخل بدلا من التوسع في الأراضي الزراعية والحفاظ على التربة والمياه بشكل عام وإصلاح الأراضي بشكل خاص، مناشدين بزراعة البطاطا الحلوة ليس فقط للإنسان ولكن أيضا كعلف للحيوانات، وتقييم إنتاجية القوى البشرية المنتشرة حتى مستوى القرى، وتوفير خطة عمل واضحة وقابلة للقياس، وبدء بحوث وتربية تركز على الإبل، وتشجيع إنتاج المبيدات الطبيعية بطريقة عالية ومستدامة، واتخاذ إجراءات مهنية فورية مع وصول انتشار أعشاب ضارة للزراعة إلى مستويات تنذر بالخطر، والعمل بالتركيز فيما يتعلق بتنمية المزارعين النموذجيين وتطوير الري بالطاقة الشمسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واقترحوا إجراء أبحاث مناسبة حول إنتاج ثمار المرتفعات وتشجيع إنشاء وتعزيز مؤسسات المعالجة الزراعية لإنقاذ المزارعين من الخسائر غير الضرورية وضمان توريد جميع أنواع البذور في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ممارسة رقابة جادة على استخدام وتخزين المبيدات الحشرية. وقال الوزير رفاين برهي أن وزارة الزراعة تطلق حملة الغذاء الآمن للجميع في كل مكان لزيادة الدخل الزراعي، كما أن الحكومة تنفذ أنشطتها الرئيسية من خلال المزارعين المثاليين وتنمية المحاصيل في القرى وبرامج الزراعة الأسرية شبه المتكاملة والمزارع التجارية الصغيرة والمتوسطة. وقال أن الحكومة تنفذ أنشطتها الرئيسية من خلال المزارعين المثاليين وتنمية المحاصيل في القرى وبرامج الزراعة الأسرية شبه المتكاملة والمزارع التجارية الصغيرة والمتوسطة لبلوغ
تحقيق الهدف المنشود في الوقت المناسب. وقال إن أنشطة الحفاظ على التربة والمياه لا تزال الركيزة الأساسية لجميع الأنشطة الزراعية، داعيا لتنفيذ مبادرة التنمية المحصولية المتكاملة على مستوى الأسرة لكل 1000 متر مربع في القرى، وتربية الدواجن، والتنمية المستدامة للبطاطا الحلوة في حقوق المزارعين وحدائقهم، وبناء خلايا النحل، والتنمية المتكاملة للقمح والذرة والأعلاف الخضراء، وإنتاج الأسمدة الطبيعية والمبيدات الحشرية، وإنشاء مدارس المزارعين والمراقبة والتقييم الجاد للبرامج المخطط لها. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتيون أنه ينبغي تقييم إنتاج الخبراء الزراعيين والمزارعين النموذجيين على مستوى القرى، ووضع آلية لزيادة مساهمتهم، والمراقبة الجادة للحشائش الضارة للمحاصيل، والدفع بأنشطة الحفاظ على التربة والمياه، وإصلاح الأراضي الزراعية التي تسير بخطى ثابتة لمزيد من الإنتاجية، حثا العيادات البيطرية الإقليمية على إيجاد طرق لزيادة مساهمتها وزيادة مشاركة كافة الجهات المعنية في التنفيذ الكامل لبرامج تطعيم الحيوانات. عقدت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا ندوة حول علاقات العمل الثلاثية في أسمرة في 26 من أبريل الجاري كجزء من الاحتفالات بيوم العمال العالمي الجارية تحت شعار الكفاءة المهنية دافع للتنمية. حضر اللقاء الذي أوضح فيه معنى وأهمية علاقات العمل الثلاثية بالتفصيل وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية ورئيس فرع علاقات العمل السيد يوهانس ميكيل، والرئيس المؤقت لفرع التشغيل السيد مكونن أسفها، ومدير ألفا لتجهيز الأغذية، ومن اتحاد أصحاب العمل الإريتري السيد امرأة هبتي، ومسؤول النقل والاتصالات من الكونفدرالية. وقالت الورقة التي قدمها المشاركون أن علاقات العمل الثلاثية التي تضم الحكومة وأرباب العمل والعمال، والتي تشكلها هيكلية منظمة العمل الدولية، تمهد الطريق للنقاش المشترك حول مختلف القضايا المتعلقة بالتشغيل. وذكرت بعضا من التجارب المتميزة لعلاقات العمل الثلاثية. وقال المدير العام لقسم العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد ولد يسوس أليسا أن مثل هذه المنتديات مفيدة للتواصل وخلق تفاهم مشترك، وينبغي النظر إليها كجزء من برامج التوعية. وفي كلمته الختامية أوضح نائب الأمين العام للكونفدرالية السيد كبرآب كيداني دور الكونفدرالية كجزء من علاقات العمل الثلاثية، مشيرا إلى العمل لتلبية طلبات العمال حسب الأهمية. وفي الوقت نفسه تم في 27 من أبريل الجاري الاحتفال بيوم السلام العالمي الذي يصادف 28 أبريل في أسمرة تحت شعار في هذا المناخ المتغير تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان سلامة صحة العمال في أماكن العمل. وفي حديثه في هذا الاحتفال الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والكونفدرالية الوطنية للعمال، قال المدير العام لقسم العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية ولد يسوس أليسا أن المبادرات المتخذة لضمان سلامة وصحة العمال وأماكن العمل بدأت تتحسن من حين لآخر، داعيا أصحاب العمل والعمال والجهات المعنية الأخرى إلى اتخاذ خطوات جادة للتقلب على تحديات تغير المناخ الناجمة عن أسباب من صنع الإنسان وأسباب طبيعية من أجل تحقيق النتائج المرجوة. وقال رئيس قسم علاقات العمل في الكونفدرالية السيد محمد إدريس باناي أنه من المهم اتباع الأحكام، لأن المشاكل التي تواجه العمل والقضايا المتعلقة بالعمل لها عواقب على المهنيين والمؤسسات والبيئة. ويتم الاحتفال بيوم السلام العالمي للمرة 21 في جميع أنحاء العالم ولأول مرة في إريتريا. نظم الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا ندوة حول الحفاظ على الثقافة الوطنية والتراث الشفهي في كرن وعيلة برعد في 25 و26 من أبريل الجاري للطلاب والموظفين الحكوميين. وفي ندوة نظمت بمدينة كرن حضر حاكم إقليم عسبة سعد السفير عبد الله موسى وقائد الجيش الشعبي العميد تخليل وسوق. قال رئيس للشباب في الإقليم الشاب الزازي براخة آب أن البرنامج يعد استمرارا للبرامج الموجهة للشباب والطلاب. وأشار مقدم الندوة المؤلف والباحث في التراث الشفهي السيد سلمون طهاية إلى أن الحفاظ على القيم الثقافية وضمان استمراريتها مهمة قوية تتطلب القراءة والبحث، على الشباب التركيز على ذلك. وقال سلمون الفن والمجتمع لا يفترقان، مضيفا أن البلاد لديها تقاليد شفهية عريقة تؤكد على قيم المجتمع وتعزز التعاون والتواصل المتبادل. وشرح المحتويات الموثقة في الكتب للمشاركين وداعيا كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة، فالحفاظ على تراث القدماء ليس مسؤولية المؤلفين فقط. من جانبهم أكد المشاركون على أن مثل هذه البرامج تلعب دورا مهما في تحفيز واستكشاف ريادة الأعمال لدى الكتاب والقراء الشباب.
احتفل إقليم شمال البحر الأحمر في 25 من أبريل الجاري بالأول من مايو اليوم العالمي للعمال لعام 2024 تحت شعار الكفاءة المهنية دافع للتنمية. وذكرت عضو اللجنة المركزية للكونفدرالية الوطنية للعمال السيدة أسمرت تخستي مفهوم الأول من مايو وأهدافه، شاكرة جميع الجهات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة على مساهمتهم في تحقيق البرامج التي خططت لها الكونفدرالية. وألقت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ومكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة كلمات تضامنية بهذه المناسبة. وقالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة أن أحد العوامل التي تجعل هذا اليوم التاريخي مهما للإريتريين هو المبدأ التوجيهي المتمثل في الاعتماد على الذات. وأشادت بالعمال الإريتريين لإسهاماتهم في مختلف المحافل وإسهاماتهم الحالية في تعزيز برامج بناء الوطن. وذكرت السيدة أسمرت بضرورة المساهمة الكبيرة التي تقدمها الكونفدرالية لتعزيز القدرة المهنية للعمال والدفع بها إلى أعلى مستوى. وبهذه المناسبة عقد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزينا أدوناي في 25 من أبريل الجاري سمينارا للموظفين في مدينة مصوى حول الخلفية والأصول التاريخية للنقابات العمالية في إريتريا، بالإضافة إلى دور ومساهمة العمال خلال النضال وما بعد الاستغلال. وتم تنظيم أنشطة نفير تنموي واسع النطاق وفقا لوكالة أنباء إيرنا. في نظم في 22 و23 من أبريل الجاري أسبوع التنظيمات الشبابية في مديرية بارونتو تحت شعار تنظيم قوي لمعجزة التنمية. وتضمن الأسبوع مسابقات تعليمية وثقافية ومعارض ابتكارية وحرفية وقصائد شعرية وفن الخطابة ومعلومات عامة والرقص والدراما وغيرها. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة في المديرية الشاب فورتوناتو محمد صالح أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو استكشاف وتطوير قدرات الشباب، شاكرا المساهمين بفعالية لإنجاح فعاليات الأسبوع. وقال رئيس اتحاد الشباب المؤقت في إقليم غاشبوركا السيد ماريقوس قرماتسون أن الأسبوع يقام في 14 مديرية، مشيرا إلى القيام بأعمال جادة وفاعلة فيما يتعلق بالأنشطة الإرشادية والتوعية الموجهة للشباب. وفي الحفل الختامي تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أبدت كل من روسيا والصين استعدادهما لتوسيع وتوثيق التعاون العسكري مع إيران، وذلك على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون والذي أقيم في كازاخستان. فقد قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري فني مع إيران، وذلك خلال اجتماع مع نظيره الإيراني محمد رضا اشتياني. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله أن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وقال شويغو في تصريحات سابقة أن إيران شريك استراتيجي لبلاده في الشرق الأوسط، وأن العلاقات الروسية الإيرانية في المجال الدفاعي تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي. من جانب آخر، اتفق وزير الدفاع الصيني مع نظيره الإيراني على تعاون عسكري أوثق. تتواصل اليوم العاشر على التوالي الاحتجاجات الطلابية في جامعات أمريكية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، فيما انضمت جامعتا كارولينا الشمالية وأريزونا إلى الحراك. واندلعت الشرارة الأولى لتلك الاحتجاجات من جامعة كولومبيا عندما بدأ طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على استثمارات جامعتهم في شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته في غزة. وقد أشعل اعتقال شرطة نيويورك 108 طلاب من المعتصمين فتيل الاحتجاجات في جامعات رائدة أخرى بالولايات المتحدة، لتتسع بعدها رقعة الفعاليات الاحتجاجية يوما بعد آخر. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مخيمات جديدة نصبت في جامعتي كارولينا الشمالية وأريزونا وسط استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تطالب مؤسسات التعليم العالي بإدانة الحرب على غزة وسحب استثماراتها من شركات إسرائيلية.
ذكرت إدارة إطفاء الحرائق بولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 11 آخرين جراء حريق هائل شب في دار ضيافة في مدينة بورتو أليجري بجنوب البرازيل، ولا تزال الإدارة تبحث عن المفقودين. ونقلت الإدارة عن رجال الإطفاء القول أنه تم استدعاؤهم وأخمدوا الحريق في غضون ساعتين. وأضاف مسؤول محلي أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن الأسباب المحتملة وراء الحريق. وذكرت إدارة إطفاء الحرائق أن المنشأة لا تحمل ترخيصا للعمل كدار ضيافة وليس لديها خطة لمكافحة الحرائق. افتتح معرض بكين الدولي للسيارات لعام 2024، حيث يتم تبادل العديد من التقنيات المتطورة واتجاهات الصناعة وعرضها، والتي أصبحت محور اهتمام صناعة السيارات العالمية. عرض هذا المعرض ما يقرب من 1000 سيارة، بما في ذلك 278 من السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، بزيادة قدرها 70% مقارنة بالدورة السابقة. وكانت نسبة 80% من السيارات التي ظهرت لأول مرة هي من سيارات الطاقة الجديدة. كما ظهر ما يقرب من 20 علامة تجارية لسيارات الطاقة الجديدة لأول مرة في معرض بكين للسيارات. وباعتبارها أكبر سوق للسيارات في العالم، أصبحت الصين محورا استراتيجيا للشركات الكبرى لصناعة السيارات متعددة الجنسيات، خاصة في مجال سيارات الطاقة الجديدة. كما أعلنت BMW ومرسيدس بنز بشكل مشترك عن إنشاء شبكة شحن فائق في الصين. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الاستغلال بعرض أو عروض ثقافية للأطفال. وزارة الزراعة تعقد اجتماع لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول من العام في الإقليم الجنوبي. تنظيم محاضرة حول علاقات العمل الثلاثية بمناسبة يوم العمال العالمي. روسيا والصين تعتزمان توثيق التعاون العسكري مع إيران. احتجاجات الجامعات الأمريكية تتوسع دعما لغزة. ومقتل 10 أشخاص جراء حريق في دار ضيافة في القناصل. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.